يعطيكم العافية يا شباب، بيض الله وجيكم. هذه دقائق مع ابو فارس، شعورك انطباعاتك في فريق المعالي بقبلة آل خليف؟ والله ما شاء الله تبارك الله، صراحة عندكم جيل ناشئ ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير. بس يبغى له دعم ويبغى له ملعب بس. شاكرين يا ابو فارس في مساندتكم ان شاء الله يعني ومعذرتكم صراحة لنا. هذه 7 مباريات تقريبا على كلامكم قبل شوي. نعم. وكلها فوز ما شاء الله تبارك الله. عندكم صراحة فيصل والحارس ما شاء الله مميزين. بارك الله، يعطيك الف عافية ابو فارس. اخ حسن، وش رايك في مباراة الفريق المعالي؟ والله ما شاء الله فريقكم جيد، جزاك الله خير. اتمنى تحافظون عليه بس، وزي ما قال ابو فارس ملعب، والاولاد الصغار شدوا عليهم شوي. ما شاء الله عليكم، فريقكم مكتسح صراحه. بارك الله، الله يوفقكم في الجاي ان شاء الله. شاكرنا حسن، وهذه المشاعر والمؤازرة بارك الله فيكم، فخر لنا والله. واذا في مباراة عندكم ولا شيء والله صراحة اعطونا خبر. بارك الله، بارك الله فيك ابو فارس. صراحة يعني هذا شرف لنا والله، نتشرف والله، يعطيكم الف عافية. بسم الله وصلى الله على نبينا محمد. في هذه الدقائق مع مدرب فريق المعالي بقبلة آل خليف، شعور ابو بدر في هذه المباراة وماذا تقول للشباب؟ اولا الحمد لله رب العالمين على هذا الفوز، واهدي الفوز للجماهير الغفيره التي حضرت على راسهن ابو عبد الرحمن. تسلم. والجميع، واشيد بمستوى الشباب اللي قدموا مستوى رائع يشكرون عليه، كبير وصغير. يستاهلون الشباب منك هذه الكلمات يا ابو بدر، وان شاء الله هذه اول طريق المعالي ان شاء الله، باذن الله، فريق المعالي الى المعالي. نسال الله، شكرا لكم، نسال الله يجعلكم دائما من فوز الى فوز ان شاء الله. آمين إن شاء الله. يعطيكم الف عافيه وسعدنا بهذه الدقائق معك يا ابو بدر، يعطيك العافيه. طيب اخواني المشاهدين، مع اللاعب اصغر لاعب في المباراه الاخ علي بكري، شعورك وانطباعاتك في اول مباراه تلعبها مع الشباب؟ والله مرتاح في الفريق كامل. بارك الله فيك، يعطيكم الف عافيه حقيقه. هذا مشروع لاعب للمستقبل ان شاء الله. بارك الله فيهم، وكلهم ابطال والله، في الحقيقه كلهم ابطال، ومبروك الفوز الكاسح. الله يوفقكم ان شاء الله. يلا بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مع اللاعب اول شيء نبارك لكم هذا الفوز وهذا النتيجه اللي تشرف الصراحه لفريق المعالي بقبيله آل خليف. شعورك وانطباعك في هذا الفوز؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. اشكر الزملاء اللاعبين ما قصروا معنا، ساعدونا في المباراه، الحمد لله عليكم. نقول الف الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك، الله يجعلكم دائما الى المصاف، تلتجون قلوبنا في هذا الشباك اللي نفتخر به صراحه في قبيله آل خليف. الله يوفقكم يا ولدي. في هذه الدقائق مع اللاعب المبدع في هذه الليله الاخ فيصل، شعوره وانطباعاته بعد هذا الفوز في هذه المباراه المصيريه اللي كنا نرقب لها من زمان. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ويعطيكم الف عافيه يا شباب. بارك الله فيك. والفوز لنا جماعه، ما يحتاج. بارك الله فيك ان شاء الله يا ولد، يعطيكم الف عافيه والله. الفوز المنطق، الفوز للجميع. يا سلام، بارك الله فيك. فرق الجنوب. مساك الله بالخير يا اخ حسن. في هذه المباراه اللي جمعتنا في هذه الليله السعيده، وفي ليله كرويه على ما قال الشباب، والكره كما يقال دائره، يوم لك ويوم عليك. شعورك وانطباعاتك بعد اللعب اللي انجزتوه، هذه المنجزات ما شاء الله من فريقكم، ونسال الله يوفق الجميع. بسم الله والصلاة والسلام على الكورة، يعني فوز وخسارة شيء عادي. أحسنت. وما قصر كل الفريقين. بارك الله فيك، ونحن بدوري أشكرك على هذه الروح الرياضية اللي قاموا بالملعب واللي طلبونا بالمباراة، أشكرهم برضه. ونحن والله يعني سعداء بالجمع المبارك وبهالروح الرياضية اللي تمثل على شخصية مهمة، والله يوفقك يا ولدي. أخ عبد العزيز، شعورك بعد هذه المباراة وكرة القدم يوم لك ويوم عليك، ماذا تقول في هذه الدقائق؟ والله شيء عادي، فوز وخسارة. أحسنت بارك الله فيك. ونحن والله سعداء بالروح الرياضية من الفريق المقابل، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد. الأخ جابر، مساك الله بالخير يا طيب. بعد هذا الفوز الكاسح ما شاء الله، والليلة يعني ما شاء الله في المعمل يعني زادت بهاء،
شعور الأخ جابر بعد هذا الفوز وهذه النتيجة الطيبة لفريق المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله على كل حال. الحمد لله. وهذا إن بدا شيء من الفوز فهذا حال الكورة. بارك الله. اي نعم. طيب. الأداء كان طيب نحمد الله، ونتيجة طيبة. الحمد لله. وحضور جمهور طيب، والحمد لله. بارك الله فيك يا ولدي، نحن والله سعداء. الشباب نقول لنا موهبة، يعني نبغاك تطلعنا على جزء من الموهبة اللي عندك في التعليق، فلعلك تواصل المقطع. والله إن شاء الله. ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي أنساتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننقل لكم مباراة فريق المعالي مع الفريق. واصل يا ابو. ايوه، بسم الله الرحمن الرحيم. نعتذر على الانقطاع. كرة يمسكها أحمد بكري، يعدي يحاول مر كبري، يا سلام، كرة في المرمى، نار 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 باليسار خارج الديار. الله 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 الله، كرة جميلة ولا أروع، يا سلام يا سلام. الكرة كورنر الآن يلعبها أحمد فرع، كرة جول، يا رباه ما أجمل هذه الكرة. محمد هادي يستلم الكرة، تمريرة طويلة، بص عيون جميلة. الله 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 الله. علي بكري يمسك كرة، يوزع بالملي. الله يا أحمد بكري، يا سلام يا سلام. حنش إبراهيم، حنش إبراهيم يعدي يمر، كورنر كورنر كورنر. مساك الله بالخير يا ابو محمد. مساك الله بالنور والسرور. في المباراة الختامية او في المباراة اللي حضرناها في هذا الليلة، شعور ابو محمد وش تقول لفريق المعالي بقبيلة آل خليف؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول بيض الله وجيههم، صغيرهم وكبيرهم، وبيض الله وجه المدرب وأعضاء الفريق. يستاهل. والله يعطيك العافية أبو عبد الرحمن اللي جيت وثقت هذه المباراة. نسأل الله يجعل ذلك في موازين حسناتك. ونحن شاكرين ومقدرين، يعني اخذنا من وقتك يا ابو محمد هذه الدقائق الغالية، وعسى الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى. الله يعطيك العافية. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نهني فريق المعالي بقبيلة آل خليف بهذا الفوز الكاسح اللي رايناه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني مثل هذا المشاهد وهذا التكريم وهذا الفوز أن يتكرر في هذا الفريق العريق الذي يلعب باسم قبيلة آل خليف، ونحن كلنا فخر بهذا الفريق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. ونشكر صراحة أخونا أبو بدر المدرب القدير، ونشكر الشباب فردا فردا الذين بذلوا عبر هذا الملعب يعني جهدا جهيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما وابدا ان نراهم ان شاء الله في منصات التفوق والتتويج، ولهم حق علينا. حبيت ان اشارك بهذه الكلمه الفريق المعالي، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقهم للخير. ارسل رساله لاخواني في المنتدى عبر الاخوان في الشرقيه والوسطى والغربيه، ونقول هذا شباب القريه التي هجرتوها بصفه اعمالكم، ها هم يبدعون من لا شيء. فاخوانكم في قبيلة آل خليف يحتاجون منكم المساندة وإعداد التقارير عن هذا الفريق الشاب، والمناصرة والمؤازرة، وكذلك يعني تغذية أو مد منتدى قبيلة آل خليف. فهو الحمد لله أصبح له قناة على اليوتيوب، وأصبح له موقع على الفيسبوك، وأصبح له موقع على تويتر، فلن أحد يمنع في أحد. الآن الشباب الذين يقولون ما نقدر نحصل المنتدى إلا على المنتدى العادي، نقول نحن وضعنا لكم أمام 3 خيارات، كل واحد يدلي بما عنده. والشباب يعني رأيت الليلة أغلب الشباب عندهم الهواتف الذكية، فنقول له حضرت مثل هذه المباراة وصورتها بجوالك، نحن عندنا برنامج عند الولد محمد هادي، عنده برنامج خدمنا فيه إعادة الصور، لأن بعض الجوالات تصور لك الصورة ثم إذا عرضتها في المنتدى تصبح الصورة من قلبه. لا، أبو هادي هنا صراحة مبدع، وأعطانا يعني اسمه برنامج يعيد الصورة إلى وضعها. وأشكر كذلك أخونا الحكم الذي قاد أبو محمد اللي قاد هذا المباراة بكل اقتدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.